تعرفوا إن مستشفى جامعي في النورد راين واحدة من أكبر 10 مستشفيات جامعية في ألمانيا، وفيها عدد تمريض كبير جدا من مصر. قفلت الباب تماما في وش التمريض المصري. حرفيا زي ما أنت بتسمع كده، مش عايزين تمريض مصري تاني. طب ليه؟ إيه اللي حصل؟ تعال أقول لك بقى إيه اللي حصل. اللي حصل إن المستشفى دي رحب بنفسها على المغرب مع وفد رسمي من المستشفى، سافر وقعد مع شركات توظيف هنا في ألمانيا وهناك، وعملوا مؤتمرات علنية لاستقطاب الممرضين من المغرب. يعني مش جابوا مكتب مثلا يجيب ان هو يجيب لهم الناس مثلا، او زي ما كانوا متعاقدين مع شركات هنا، شركات وسيطه. لا، راحوا بنفسهم ومشوا برضو مع المكاتب. احنا عايزين نبدا من هناك صفحه جديده. والمفاجاه بقى الكبيره يا معلم، انهم مستعدين ياخدوا الناس حتى لو هم اتس فاي في الالماني. انت متخيل لو معاه ايتو؟ ليه بقى؟ لان هم شايفين الناس هناك عندها استعداد انها تتعلم، وعندها استعداد شويه انها تلتزم، وطموح وانضباط وكده، مش بس ورق وشهاده. مع ان مقارنه التمريض المصري باي حد في الدنيا، الممرض او الممرضه المصريين صاحب الضمير يحط على اي حد، ومحدش يجي جنبه حاجه نهائي. طيب وماذا بعد؟ انت يا مصري اللي بتجري تجيب بيتس فاي من مصر، ولما تيجي هنا توصل بتلاقي ايه؟ تعمل ايه في الشغل؟ لا عارفين نتكلم ولا عارفين نتفاهم، واخرنا ايه؟ جوتن مورجن ولانج زامبتا مش نشفش طن. هو ده اللي انت بتقوله يا معلم، وشكرا على كده. النتيجه ايه؟ شكاوي كتير جدا 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 جت من التمريض المصري، سواء في اللغه، في التعامل، حتى في الاخطاء المهنيه. وازيدك من الشعر بيت يا مولانا واقول لك ان معظم المستشفيات اصلا في المانيا دلوقتي، وللاسف الشديد، توجهها بقى على شرق اسيا. والمستشفيات قالت كفايه مصريين، شكرا مش عايزين. طيب والعمل؟ وايه اللي هيحصل؟ المشكله مش في لسه مثلا، مش في اللي لسه جاي، المشكله في اللي جه من شويه وبوظ على اللي جاي بعده. بدل ما يثبت نفسه ويفتح الباب لغيره، لا، دخل غلط وساب سمعه زي ما انتم سمعتوا كده. فالباقي بيتحاسب طبعا على اللي عمله قبله. عندنا مشكله حقيقيه. احنا عندنا مشكله حقيقيه طبعا. بنحب نختصر الطريق، نلف وندور. نختصر الطريق ونروح ندفع فلوس في شهاده بيتس فاي، نروح لواحد من تجار اللغه يحضرنا ونخش البيتس فاي وتمام ومفيش عادي وقشطه زي الفل. بس الحقيقه الورقه مش كل حاجه. الناس بتبدا وجايه رايحين يجيبوهم باتس فاي. يعني وعلى فكره برضو اللي جاي باتس فاي ده مش احسن من اللي هو جاي برضو بتاع المغرب ده. مش جاي يعني بلغه، مش جاي بجيتا، ده جاي بلغه تعبانه برضو. بس هنقول ايه بقى؟ وانت برضو بلد فتحت لك باب، انت دخلت تقفله على اللي بعدك؟ مش بالطريقه دي. مش بسبب جنسيه بقى، ولا لون، ولا اللي هو شويه الكلام دول، لا، بسبب السلوك. بس السلوك. المريض المصري يجي يتقال مثلا المستشفى تقول لك لا ده بلاك ليست. الوضع بصراحه لازم نراجع نفسنا. حقيقي لازم نراجع نفسنا. اللي عايز يهاجر لازم يكون قد الهجره، مش يجي يضحك على نفسه ويضحك على اللي وراه ويضحك على اللي بعده ويضحك على اللي قبله. حاليا الفرص قليله، بس مش معدومه، ولكن متوقفه توقف كامل على اللغه، وان لغتك تكون قويه جدا. عشان المقابلات نفسها بقت صعبه، والمعظم بقوا يخرجوا من سياق المقابله ويختبر لغتك الحقيقيه فعلا فعلا فعلا. كلامي طبعا مش للتعميم، لان نظريه التعميم غلط. زي ما في ناس بوظت السمعه، في ناس كويسه جدا وتقيله جدا في اللغه والشغل، ومثال كويس جدا للشخص المصري ايا يكن وظيفته ايه. بس للاسف احنا اللي بنحب الفهلوه ومفكرينها شطاره، وانها هنا هتمشي بالحنكشه بتاعت مصر والشويتين الهكس دول وخلاص. الا من رحم ربي، اذا كان رحم. ربنا يسترها على اللي جاي. وبس اللغه ثم اللغه ثم اللغه، لان هي مفتاح دخولك البلد، واتقانك للغه هو مفتاح بقائك في البلد. شارك الفيديو ده مع اي حد ناوي يجي المانيا، حاطط موضوع مشوار المانيا في دماغه. الهجره التزام، تعليم، ومسؤوليه. يا تفتح الباب لنفسك وعلى اللي بعدك، يا تقفله على نفسك وعلى اللي بعدك. القرار في ايدك. ربنا يوفقكم.